إزاي تتعاملي مع ناس سلبيين من غير ما تقطعي العلاقة بالكامل، وإزاي تحمي نفسِك من الاستنزاف العاطفي. عايزة أقول لِك مبدئيًا كده مش كل الناس اللي بتتعبنا هنعرف نعمل لهم بلوك أو نعرف اللي إحنا نقطع معاهم، هتلاقي في أهل، في صحاب، في شغل، في ناس وجودهم بيتفرض علينا. الذكاء بقى إنِك تفضلي محتفظة بكيانِك وبطاقتِك لنفسِك، وفي نفس الوقت من غير ما تستنزفي نفسِك مع الناس ديّة. طيب تعالي واحدة واحدة كده نفهم يعني إيه استنزاف عاطفي. الاستنزاف العاطفي عمره ما كان خناقة، الاستنزاف إنِّك تخرجي من القعدة وأنتِ حاسة اللي أنتِ أقل أو اللي أنتِ ناقصِك حاجات كتير. مثال، مثلًا عندِك واحدة صاحبتِك أو حد مثلًا من أهلِك كل ما تشوفيه كده تحسي اللي أنتِ قبل ما تشوفيه كنتِ كويسة، لكن بعد القعدة كده بتحسي بتُقل، بتحسي بذنب أو تبتدي تشُكي في نفسِك، تقولي مثلًا اللي أنا مش أحسن حاجة يعني وكده بعد قعدتِك مع الشخصية دي. هنا ده اسمه استنزاف. هاقول لِك بقى خطوات عملية إزاي تقللي من الاستنزاف ده وتحمي نفسِك عاطفيًا، وإزاي تتعاملي مع الناس السلبيين من غير ما تقطعي معاهم. أول حاجة هتعمليها 1 قللي العمق مش العلاقة. يعني إيه؟ يعني مش لازم تقطعي مع الناس دول، لإن زي ما باقول لِك فيهم أهل وفيهم ناس بيبقى وجودهم مفروض علينا. مش لازم تقطعي معاهم بس قللي الدخول. مثال، بدل ما تحكي عن تفاصيل يومِك هي مثلًا جاية تسألِك عملتِ إيه في يومِك وكده، أنتِ عارفة إن أنتِ كل مرّة بتخرجي من عندها بتحسي إنِّك قليلة، يبقى أنتِ هتعملي إيه، مش هتحكي تفاصيل يومِك، هتحكي جملة عادية خالص تقولي لها الدنيا ماشية الحمد لله وتسكتي. 2 ما تصلّحيش مشاعر غيرِك على حسابِك أنتِ، مش دورِك تريّحي كل الناس، حضرتِك مش مخدة ولا مركز لإعادة تأهيل الأفراد يعني. مثال، حد دايمًا بيشتكي، بيشتكي، بيشتكي وأنتِ دايمًا تحاولي تهدّيه وتواسيه، بس لاحظي إن السلوك ده هيبقى متكرر مع نفس الشخصية. يعني مثال، حد مثلًا قاعد بيشتكي، بيشتكي وأنتِ تحاولي تهدّيه وتواسيه لحد ما أنتِ نفسِك بتتعبي. الحل مع الشخصية دي تيجي تشتكي تقولي لها الحل إنِّك مثلًا تقولي لها إيه، ربنا يعينِك، ربنا يقويكِ، ربنا يصلح الحال وتقفلي الموضوع على كده. 3 اختصري وقت التعرُّض، الطاقة بتضيع يا جماعة مع الوقت. يعني مثال، الشخصية برضه اللي إحنا لسه متكلمين عليها دي بدل ما أنتِ تقعدي معاها ساعة، لأ اقعدي معاها 10 دقايق بس، طالما هي شخص سلبي كل مرّة بيتكلم في السلبيات وبس. 4 غيّري ردودِك المعتادة. دايمًا بتلاقي الناس اللي بتستنزفنا إحنا بنرُد دايمًا بنفس الطريقة. مثال، حد مثلًا بيستفز أنتِ يعني مثلًا يقول لِك أنتِ متكبرة أيًا يكن، هو الحد ده مثلًا أو الشخصية دي بتستفزِك، أنتِ زمان بقى تقعدي تبرّري، تقولي يا جماعة لأ افهموني، يا جماعة ممكن تكونوا أنتم فاهمينه غلط، ده أنا قصدي وقصدي وقصدي وتقعدي تبرّري، ده غلط. الصح بقى اللي إيه، الشخص ده لمّا ييجي يستفزِك أنتِ دلوقتي تقولي إيه، هو مثلًا هو حد جاي يستفزِّك، أنتِ زمان كنتِ بتبرّري، دلوقتي تقولي ممكن، ممكن وتسكتي. واحدة مثلًا قالت لِك أنتِ بقيتِ متكبّرة أوي، ممكن وتسكتي. ما تبرّريش انسحابِك، دايمًا، دايمًا يا بنات الانسحاب الهادي عمره ما كان أنانية. هتقولي إيه، هاستأذن دلوقتي، من غير شرح بقى ولا أعذار طويلة ولا عندي كذا ولا الكلام ده. في النهاية أحب أقول لِك إن الحماية العاطفية عمرها ما كانت قسوة ولا قطع علاقات، هي إنِّك ما تسمحيش لحد يطلع من حياتِك وأنتِ حاسة إن أنتِ ناقصِك حاجة أو أنتِ قليلة. سؤال، قولي لي بقى مين أكتر نوع ناس بيستفزِّك، اللي بيشتكي والّا اللي بينتقد والّا اللي بيقلل منِّك؟ اكتبوا لي في الكومنتات واكتبوا لي إزاي عالجتوا الموقف ده مع نفسكم أو مع الناس اللي أنتم بتقابلوهم زي كده. وفي النهاية ربنا يهدّي قلبِك وبالِك، ودي كانت كلمة من قلبي ليكم، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.